أبناء رؤساء الدوائر والبلديات، زملائي المنتخبين على المستوى المحلي والوطني، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، الزلفلاوي. بداية أود أن أهنئكم وأهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير وكثير من الصحة والعافية. تنعقد دورة المجلس والجزائر مقبلة على محطة سياسية هامة عقب إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة خلال الثلث الأخير من هذه السنة، على أن تستدعى الهيئة الناخبة مطلع جوان المقبل. قرار السيد الرئيس يزلزل المعسكرات المتربصة بالجزائر ويخلط أوراق من راهنوا على سقوطها وتسكت الأبواق الإعلامية خارج الوطن. هذا القرار السيادي الهام ترجم للحرص الدائم للحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية، وموعدا جديدا لجزائر منتصرة قوية بمؤسساتها، واحتراما لإرادة الشعب الجزائري في انتخاب من يحكمه في جو ديمقراطي، وجيش حامل لحدود بلادنا والمدافع عن سيادته والساهر على أمنه واستقراره. وبصفتي منتخبة عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بهذا المجلس الموقر، سنعمل مع كل الفاعلين لإنجاح هذا الموعد الانتخابي وجعل يوم 7 سبتمبر عرسا ديمقراطيا في البلاد. بداية نثمن مجهودات الدولة الجزائرية بالولاية وبعض الإنجازات المحققة، لكن تبقى بعض النقائص مطروحة نحاول إيصالها إلى الهيئة التنفيذية عبر هذا المجلس الموقر. نناقش في هذه الدورة الحصيلة السنوية للهيئة التنفيذية، وعلى رأسها السيد والي الولاية لسنة 2023 قصد تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية من أجل التنمية المحلية. إلى أين وصلت عملية القضاء على مناطق الظل؟ سيدي الوالي، لابد من إعطاء الأولوية في تشجيع المشاريع التنموية للبلديات النائية. قرى لم تستفد من أي مشروع تنموي لسنة 2023، أخص بالذكر قرية إباديسن ببلدية أثبوادو بدائرة واضية، وقرية سلاميمون ببلدية مزرانة بدائرة تكزيرت، وقرية جبلة ببلدية وجنون. تخلف كبير في مجال الاستثمار. إذا كان رئيس الجمهورية شغله الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال استحداث الوكالة الوطنية للاستثمار، كم عدد المستثمرين الذين تم قبول ملفاتهم؟ ما مصير منطقتي الاستثمار السياحي كل من أيت شافع وبونوح بتيزي وجعبوب؟ قرى تعيش البدائية في اقتناء صهاريج الماء بأثمان باهظة، هو حال قرية إباديسن ببلدية أثبوادو وقرية فارحنت ببلدية بوجيمع. نقلنا هذه الانشغالات بطلب رسمي إلى مديرية الموارد المائية بالولاية، لكننا لم نلتمس أي رد من طرفها. مواطني أقصى القرى يعانون من ندرة المياه كدائرة بوزغان، دائرة تيزيغنيف، معاناة حادة للبلديات الساحلية بسبب انقطاع المياه تصل في بعض الأحيان أكثر من 20 يوما بدون ماء. تحويل مياه تشحف من بجاية إلى بوزغان يواجه عراقيل وهمية، وسد سوق 3 بود قصاري يتخبط في مشاكل البيروقراطية، وسد سيدي خليفة بأصفون حبيس شح الغلاف المالي. سيدي الوالي، نتمنى حقيقة متى ستنقضي على مشكل ندرة المياه في هذه المناطق التي تعاني العطش لكل صائفة. أود أن أعلمكم سيدي الوالي أن هناك عائلات تقوم باقتناء صهاريج بأثمان باهظة، طبعا ليست في متناول العائلات البسيطة. نلتمس منكم إيجاد حل مستعجل لهذه البلديات التي تعاني نقص المياه، ونحن على أبواب فصل الصيف، وفي الوقت التي تزداد حاجة المواطن لسكنه. سكنات بآلاف متوقفة وأخرى لم تنطلق كما جاء في التقرير السنوي، والمواطن ضحية هذه التأخيرات نتيجة عراقيل بيروقراطية متعمدة من شأنها تعطيل تنفيذ برنامج السيد الرئيس بالولاية. نرجو منكم سيدي الوالي الضرب بيد من حديد للقضاء على هذه الممارسات واستكمال جميع السكنات في أجالها المحددة. معاناة أكثر من 10 سنوات بسبب غياب شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي للعائلات القاطنة بقريتي ثلاميمون وحوش عبد النور ببلدية مزرانة بصيغة السكن الريفي، بالرغم من المراسلات العديدة إلى الجهات المعنية. وأكثر من 50 عائلة ببلدية أيت بومهدي بدائرة وسيف تعيش البدائية مع قارورة الغاز وانعدام شبكة
الكهرباء. سيد مدير الطاقة، متى سيتم التكفل بهذه العائلات التي تعاني التهميش؟ سيد مدير التربية، متوسطة مويسي ببلدية إفيغا تستدعي التدخل العاجل لترميم وتهيئة 4 أقسام مغلقة وكذا ربطها بشبكة الغاز الطبيعي لضمان التمدرس المريح للتلاميذ. سيد الرئيس، نتمنى أن تبذل جهود مماثلة لرفع التجميد على المشاريع الصحية لمستشفيات كل بلدية وجنون والسيف ومقلع بعد رفع التجميد على المستشفى معتقة. هي مشاريع صحية مسجلة ضمن مخطط البرنامج الخماسي 2009 و2014 لكنها ما زالت مجمدة. سيد مدير الصحة، متى ستنطلق أشغال ترميم عيادة متعددة الخدمات ببلدية بوجيمة؟ فالوضعية الحالية مزرية وتزيد للمريض سوءا وتذمر للفريق الطبي العامل بسبب سوء الوضعية. مواطني كل البلديات أيت يحيى وأثخليلي وصوامع يطالبون بتسجيل مشروع لإنجاز طريق بلدي انطلاقا من قرية أيت سعمارة ببلدية أيت يحيى مرورا بقرية إزمورن موقع معركة 23 مارس 57 900 و1000 وصولا إلى قرية الساحل. طريق بلدي سيسهل تنقل مواطني البلديات الثلاث. كما أن قرية القلعة ببلدية أثخليلي يطالبون بربط هذه الأخيرة بشبكة الغاز الطبيعي. سيدي الوالي، الدراسة تمت، بقي فقط اختيار المؤسسة التي ستتكفل بالأشغال. هذا ونرحب بإنجاز ملعب جواري على مستوى بلدية مقلع الذي يعد مكسبا هاما لشباب المنطقة. طبعا هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود بين المواطنين والخواص والسلطات البلدية ودائرة مقلع والولاية. نأمل أن تعمم الخطوة على باقي البلديات بالولاية التي تفتقر لمثل هكذا فضاءات التي من شأنها ملء فراغ الشباب المحلي. سيدي الوالي، مواطني قرية سومر ببلدية إفرحونن يطالبون بإنجاز متحف أثري صغير بجانب بيت البطل الشهيدة لالا فاطمة سومر قصد الحفاظ على التحف التاريخية والأثرية المنبعثرة على المستوى المنطقة التي تعود إلى 100 سنة. حاليا الملف موجود على طاولة مديرية الثقافة بالولاية، فمهما قدمنا للبطلة الشهيدة لن نوفي بحقها أمام تضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل الوطن. وهنا أغتنم الفرصة لأحيي قرار السيد رئيس الجمهورية الذي أولى عناية كبيرة للتاريخ والذاكرة من خلال تنصيب اللجنة الوطنية للمؤرخين. كما أحيي مستوى التقدم الذي بلغته اللجنة من خلال البحث في الأرشيف الجزائري والفرنسي، دون أن ننسى مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية التي تقوم بعدة نشاطات وأعمال خيرية لفائدة الفئات المعوزة خلال شهر رمضان. كما أحيي مبادرة السيد والي الولاية على الاعتراف بمجهودات رؤساء البلديات الستة الذين استكملوا المشاريع التنموية في وقتها المحدد. ونظرتي كمنتخبة هو تأييد لبرنامج السيد رئيس الجمهورية بولايتنا. نرجو منكم سيدي الوالي أن تحفزوا هؤلاء الأميار بأغلفة مالية إضافية لفائدة التنمية المحلية. وباسم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بهذا المجلس الموقر نثمن القرارات الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية وباسم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بهذا المجلس الموقر نثمن القرارات الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية المتمثلة في الزيادات الاجتماعية وإعطائه أهمية بالغة لسلك التعليم من خلال إعادة إدراج مراجعة القانون الأساسي لمختلف أسلاك التربية الذي صنفهم في خانة المربي بمفهومه الواسع يعمل على تربية الأجيال وتعليمهم. كما سنواصل الالتفاف حول المسار الإصلاحي للمشروع الوطني المتمثل في تثبيت أسس الجزائر الجديدة. هذا ونبارك جهود الجزائر ومساعيها بمجلس الأمن نصرة للقضية الفلسطينية. فحزبنا دائما يؤكد على المواقف الثابتة للدولة الجزائرية إزاء نصرة الشعوب المضطهدة في العالم في مقدمتها القضية الفلسطينية. وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أهنئكم وأهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة، أعاده الله علينا بالخير وكثير من الصحة والعافية. وفقنا الله جميعا في خدمة الوطن والمواطنين. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحية الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.